إزاي تحدد سعر منتجك عشان تكسب وما تخسرش زبون؟ تحديد سعر المنتج هو السر بين إنك تكسب كويس أو تخسر زبونك للأبد. في الفيديو ده هتعرف إزاي تحط سعر منتجك بطريقة تخليك تحقق ربح عادل وفي نفس الوقت تخلي العميل يشتري منك بكل ثقة. وندخل في التفاصيل. أول حاجة لازم تعملها احسب تكاليفك الأولية. لازم تعرف المنتج بيكلفك قد إيه عشان تكون واضح. التكاليف دي ممكن تتقسم لثلاث أنواع: تكلفة مباشرة زي المواد الخام لو بتبيع منتج يدوي، أو سعر المنتج اللي بتشتريه لإعادة بيعه. تكلفة غير مباشرة زي الكهرباء، النقل، الإيجار لو عندك محل. تكلفة وقتك ليه قيمة لازم تضيفه في الحسبة. مثال سريع: لو بتبيع منتج خامات ب50 جنيه وعليك تكاليف نقل 10 جنيه ووقتك قيمته 20 جنيه، كده تكلفة المنتج عليك 80 جنيه. تاني حاجة لازم تعملها أضف هامش الربح. بعد ما تحسب التكاليف تضيف هامش ربح يناسبك. طيب إيه النسبة المعتادة؟ لو منتج جديد ومميز ممكن تضيف هامش ربح كبير 30 إلى 50%. لو المنافسة قوية حافظ على هامش ربح بسيط عشان تنافس، 25% مثلا. مثال: لو تكلفة المنتج عليك 80 جنيه وعايز ربح 20%، سعر البيع يساوي 80 زائد 80 في 20% هيساوي 96 جنيه. تالت حاجة لازم تعملها شوف المنافسين بيبيعوا بكام. دراسة السوق مهمة جدا. ابحث على الانترنت أو انزل السوق وشوف الناس بتبيع المنتج نفسه أو شبيهه بكام. خلي سعرك تنافسي، لا يكون أعلى جدا ولا أقل بفرق كبير. لو منتجك مميز زود شوية بس اشرح للعميل ليه منتجك يستحق. رابع نقطة: فكر في العميل. دايما حط نفسك مكان العميل. اسأل نفسك المنتج ده يستاهل الفلوس دي؟ لو حسيت ان السعر مبالغ فيه راجع حسبة التكاليف او قلل هامش الربح شوية. في الخلاصة، تحديد سعر منتجك لازم يكون مبني على التكاليف والربح اللي يرضيك والسوق اللي بتنافس فيه. خليك ذكي في تحديد السعر وما تبالغش عشان ما تخسرش العميل. لو عندك أي استفسار عن حساب التكاليف أو هامش الربح اكتب لي في الكومنتات وهساعدك. وما تنساش اللايك والاشتراك في القناة. سلام.